أهلا بيكم. موعدنا النهاردة مع رحلة مدهشة جوه جسمنا عشان نكتشف أسرار واحد من أعقد وأقوى الأنظمة الدفاعية في الكون، جهاز المناعة. قبل ما نبدأ ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. تمام، يلا بينا. موضوعنا هو آلية عمل جهاز المناعة. تخيلوا كده إن الجسم ده قلعة ضخمة ومحصنة، وجهاز المناعة هو الجيش الخارق اللي بيحمي القلعة دي. جيش منظم جدا بيشتغل ليل ونهار من غير ما نحس بيه عشان يدافع عننا ضد أعداء مش بنشوفها أصلا. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه، إزاي الجسم بيقدر يصد ملايين الغذاء غير المرئيين دول كل يوم؟ بنتكلم عن بكتيريا، فيروسات، فطريات، كلهم بيحاولوا يخترقوا حصوننا طول الوقت. الحكاية أشبه بمعركة ملحمية بتحصل جوانا في كل لحظة. أول حاجة بتقابل أي عدو بيحاول يقرب هي الأسوار الخارجية للقلعة، وده اللي بنسميه خط الدفاع الأول. الحواجز دي مش متخصصة، يعني بتصد أي حاجة تيجي في طريقها من غير ما تفرق، وشغالة على طول زي حراس أمناء واقفين على بوابات الجسم. والأسوار دي مش مجرد سور واحد، لا دي منظومة متكاملة. أهم حاجة فيها هو الجلد، دراعنا الخارجي الصلب. وكمان في أسلحة كيميائية زي العرق اللي ملحوحته وحموضته بتقتل الميكروبات، والدموع واللعاب اللي فيهم إنزيمات بتحللها. أما جوه الجسم فالموارات التنفسية محمية بالمخاط اللي بيشتغل زي مصيدة بتلزق فيها أي حاجة غريبة. وفي المعدة بقى في حمض قوي جدا بيقضي على أي عدو قدر يتسلل مع الأكل. شبكة دفاع بتحمي كل مداخل القلعة بتاعتنا. سر قوة الجلد كحاجز بيرجع لمادة اسمها الكيراتين. ده بروتين ليفي قوي جدا بيخلي سطح الجلد عامل زي طوب مرصوص جنب بعضه، صعب جدا على أي ميكروب إنه يعدي من خلاله. يعني بروتين بسيط في تركيبه، لكنه بيقدم لنا واحد من أهم وأقوى دروع الحماية الطبيعية. طيب إيه اللي بيحصل لو السور ده اتكسر؟ يعني حصل جرح في الجلد مثلا. هنا بنقول إن خط الدفاع الأول تم اختراقه، وفي اللحظة دي بتشتغل صفارات الإنذار فوراً في منطقة الإصابة عشان تستدعي قوات الطوارئ، وده اللي بنسميه خط الدفاع التاني. صفارة الإنذار دي هي الالتهاب. ناس كتير بتفتكر إن الالتهاب ده هو المشكلة، لكن الحقيقة إنه رد فعل دفاعي طبيعي وسريع جدا. الهدف منه بسيط: محاصرة الخطر في مكانه ومنعه من الانتشار لباقي أجزاء الجسم. اللي بيحصل عبارة عن سلسلة أحداث ورا بعض. أولاً، خلايا حراسة موجودة في الأنسجة بتطلق مادة كيميائية اسمها الهستامين. المادة دي بتروح للأوعية الدموية القريبة وتخليها تتوسع وتكون مسربة أكتر. ده بيسمح لسوائل الدم والخلايا المقاتلة وأهمها الخلايا البلعمية إنها تتدفق بكميات كبيرة لمكان المعركة. التدفق ده هو سبب الأعراض اللي كلنا عارفينها: التورم والاحمرار والسخونة، وكلها علامات بتقول إن جيشنا بيحارب. والقوات اللي بتوصل أول ناس لمكان المعركة دي هي فرق الاستجابة السريعة، خلايا زي النيتروفيلز والمونوسايتس اللي بتتحول لخلايا بلعمية عملاقة اسمها الماكروفيجز، ومعاهم الخلايا القاتلة الطبيعية. دول بالظبط زي الحرس المحلي اللي بيجروا على مكان الخطر عشان يسيطروا على الوضع بسرعة. لكن لو كان الغزو كبير وقوي والحرس المحلي ما قدرش يسيطر عليه لوحده، الجسم هنا بيضطر يستدعي القوات الخاصة، الجيش الذكي والمتخصص جدا، خط الدفاع الثالث أو اللي بنسميه المناعة المكتسبة. والجيش ده بقى مختلف تماماً عن اللي قبله. أولاً هو متخصص، يعني بيستهدف عدو واحد بعينه. تانياً هو تكيفي، يعني بيطور أسلحة مخصوصة عشان تقضي على العدو ده. والأهم من كل ده إنه بيتذكر، عنده ذاكرة قوية جداً، بيفتكر كل عدو حربه عشان لو حاول يرجع تاني يكون جاهز له تماماً. القوات الخاصة دي متقسمة لفرقتين أساسيتين. الفرقة الأولى هي المناعة الخلطية، ودي شغلتها إنها تحارب الميكروبات اللي لسه بتسبح حرة في سوائل الجسم زي الدم، وسلاحها الأساسي هو الأجسام المضادة اللي بتنتجها الخلايا البائية. أما الفرقة التانية فهي المناعة الخلوية، ودي مهمتها أصعب لأنها بتحارب العدو اللي خلاص نجح في إنه يقتحم ويستخبى جوه خلايا الجسم نفسها، وسلاحها هو القتال المباشر خلية لخلية عن طريق الخلايا التائية. طيب إزاي الجيش المتطور ده بيتفعل؟ العملية بتبدأ لما خلية استخباراتية زي الخلية البلعمية بتبتلع ميكروب وتفككه، وبعدين تعرض قطعة منه على سطحها. القطعة دي بمثابة بطاقة تعريف للعدو. الخلية دي بتروح تعرض بطاقة التعريف دي على القائد العام للعمليات اللي هو الخلية التائية المساعدة. أول ما القائد ده يشوفها بيعرف إن في غزو وبيطلق إنذار عام لتفعيل الفرقتين. الخلايا البائية بتستقبل الأمر وتتحول لمصانع أسلحة ضخمة بتنتج ملايين الأجسام المضادة، وفي نفس الوقت بتنطلق الخلايا التائية القاتلة في مهمة بحث وتدمير، بتدور على أي خلية في الجسم مصابة بالعدو ده وتقضي عليها. والجسم المضاد ده عبقري في تصميمه.
هو بروتين على شكل حرف واي مصمم بدقة متناهية عشان يرتبط بنوع واحد بس من بصمات العدو، زي صاروخ موجه بالليزر بيعرف هدفه كويس جدا وبيروح يلزق فيه عشان يشل حركته أو يعلمه عشان باقي خلايا المناعة تيجي تدمره. كل ده من غير ما يسبب أي أذى للخلايا السليمة. بعد ما المعركة بتخلص والجيش بينتصر، بتبدأ أذكى مرحلة في الاستجابة المناعية كلها، وهي اللي بيحصل بعد الانتصار. الجسم مش بينسى أبداً. بعد ما المعركة تهدى، جهاز المناعة بيحتفظ بمجموعة من الخلايا اللي شاركت في الحرب دي كمحاربين قدامى، اللي هم الخلايا الذاكرة، خلايا بائية وتائية بتفضل عايشة في الجسم لسنين طويلة وأحياناً للعمر كله، ومعاها كل المعلومات عن العدو اللي انتصرت عليه. وهنا بنشوف قوة الذاكرة دي. شوفوا الرسم البياني ده. فأول مرة الجسم بيتعرض فيها للعدو، الاستجابة بتكون بطيئة وضعيفة نسبياً، وده بيدي للميكروب فرصة يتكاثر وتظهر علينا أعراض المرض. لكن بصوا في المرة التانية، الاستجابة بتكون سريعة جداً وساحقة. الخلايا الذاكرة بتتعرف على العدو فوراً وبتطلق هجوم كاسح بيقضي عليه قبل ما نفكر حتى إننا نمرض. وذكاء البشر قدر يستغل النظام العبقري ده. اللقاح هو ببساطة تدريب للجيش بتاعنا، بندي للجسم نسخة ميتة أو ضعيفة من العدو عشان جهاز المناعة يتعلم إزاي يحاربه ويكون ضده خلايا ذاكرة، كل ده من غير ما نتعب. أما المصل فده حاجة مختلفة، ده عبارة عن أجسام مضادة جاهزة بنديها للشخص وهو مريض بالفعل عشان نساعده فورا، لكن حمايته مؤقتة. الفرق زي ما تكون بتعلم حد يصطاد بنفسه أو بتديله سمكة ياكلها وخلاص. وفي النهاية نقدر نلخص كل القصة المذهلة دي في جملة واحدة: الجسم لا يخدع مرتين. دي هي خلاصة عبقرية المناعة المكتسبة ونظام الذاكرة اللي بيخلي جسمنا قلعة بتتعلم من كل معركة وبتكون أقوى مع الوقت. أحب أعرف رأيكم في المحتوى ده. لو عجبكم ادعمونا بلايك واكتبوا رأيكم في التعليقات، ولو تحبوا ترشحوا موضوعات معينة للحلقات الجاية اكتبوها في التعليقات وهيتم تلبيتها في أقرب وقت. وطبعاً ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. وإلى أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة، لكم مني أطيب المنى وأستودعكم الله.